لفحوص أظهرت أنه مصاب بنوع نادر من السرطان، وأن السبب الذي أدى لإصابته هو استخدامه لهاتفه في داخل غرفته المظلمة قبل نومه بمدة 30 دقيقة يوميا. بعض الدراسات العلمية أشارت إلى أن الضوء الذي يصدر عن شاشات الأجهزة الخلوية يؤدي إلى موت الخلايا المكونة لشبكة العين ويلحق الضرر بالنظر، حيث إن علاج حالات سرطان العين ما زال أمرا معقدا بسبب عدم القدرة على استبدال الشبكية المريضة بأخرى صحيحة. وأوضح موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي أن الضوء الأزرق الذي ينبعث بمستويات عالية من شاشات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الشاشات المسطحة يمكن أن يضر بالرؤية، كما أنه يمنع إفراز هرمون الميلاتونين الذي يعمل على ضبط عمل الجسم للإنسان والتحكم في دورات النوم والاستيقاظ. ورصد الموقع أيضا عددا من الأخطار التي يمكن أن يتسبب فيها التعرض للضوء الأزرق، ومنها: أولا، قد يسبب هذا الضوء ضررا كبيرا للعيون، فالتعرض المباشر للضوء الأزرق يمكن أن يحدث تلفا في شبكية العين. وفي هذا الإطار حذرت المؤسسة الأمريكية لتحليل شبكية العين أن الضرر الناجم عن الضوء الأزرق قد يؤدي إلى ما يعرف بالضمور البقعي للشبكية، والذي يسبب فقدان الرؤية المركزية. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن معظم الدراسات بهذا الخصوص أجريت بشأن التعرض للضوء بشكل قريب جدا من شبكية العين، الأمر الذي قد يختلف عن حالة الاستخدام النموذجي للهاتف. ثانيا، قد تكون هناك أيضا صلة بين إعتام عدسة العين والضوء الأزرق، على الرغم من أن هناك حاجة إلى المزيد من البحث في هذا الصدد. واستشهد موقع بيزنس إنسايدر بطبيب العيون، حيث قال إنه بدأ يستقبل مرضى في 35 من عمرهم وقد أصيبوا بغيام على العين وإعتام بالعدسة، كما لو كانوا في 70 من عمرهم. وعلى الرغم من أنه لا يمكن إثبات أن التعرض للضوء الأزرق يسبب فعليا إعتام عدسة العين، فهذا الطبيب يعتقد أن هناك نوع من الصلة بين الأمرين. ثالثا، التعرض للضوء الأزرق أثناء الليل يمكن أن يدمر عملية النوم، فالضوء الأزرق المشرق يعطل إنتاج الدماغ لهرمون الميلاتونين الذي يساعد على تنظيم دورة النوم، الأمر الذي قد يخلف العديد من العواقب الصحية السلبية مثل السمنة ومشاكل الذاكرة.